السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا كده نشوف الرز اللي احنا عملناه ده عملناه ازاي. خلاص، احنا طبعا جبنا نص كيلو لحمه ومجشرين نص كيلو بطاطس وعاملين مكعبات. شايفين اللحمه صغيره ازاي؟ علشان لما تغرفي الرز وتاكلي تبقى حته اللحمه على المعلقه، ما تفتحيش لحمه يعني كانت كبيره وتقعدي تقطعي فيها وحتت كبيره وكده، لا هي كده احسن. مكعبات كده صغنطوطه كده حلو. خلاص. طيب شوحنا اللحمة على حبة زيت، حطينا في عليها اللومي والجرفة، عود الجرفة ده، والمسمار اللي هو القرنفل، والورق الغار، وحطينا عليه 4 وحدات حبهان. خلاص. طبعا عشان تطلع الريحة بتاعتها مع اللحمة كده وتبقى ريحتها حلوة كده، نحط معاها الحاجات دي تتشوح معاها. بعد ما اللحمة اتشوحت شوية حطينا البصل. بعد الكلام الجميل ده كله ما انعمل، دي أكلة مش يعني هي تشبه، لا هي زي الكبسة، يعني اسمها ايه؟ كبلة. ماشي. وكنت اسمع في السعودية بيقولوا عليها المضغوطة، يعني عشان عليها بطاطس. الفرق اللي فيها مش حطيت جزر، حطيت ايه؟ مكعبات بطاطس معايا. البهارات ديت: كزبرة ناشفة، بابريكا، كركم، كاري، بودرة ماجي اللي هي البودر. خلاص. آه طبعا اللي هو البابريكا والحبهان. الحبهان دي في اللحم، معلش التوابل نسيت اقولها لكم. فلفل اسود، الحبة السبعة، يعني البهارات السبعة، وكاري وكركم وكزبرة ناشفة. خلاص. وطبعا الفلفل الاسود ده كنت نسيته يعني. ده كله حطيته مع التشويحة الجميلة دي. طبعا حبتين طماطم متقطعين رفيع كده حطيتهم. شوف البطاطس هي فرق ان هي اسمها مش الكبسة، اسمها الكبل. عشان ايه؟ البطاطس المكعبات اللي احنا حاطينها عليه وجرين الشطة دول والبطاطس هنحطوا مع الرز بعد ما اللحمة تستوي. هنحطهم في الاخر مع الرز يا حبايبي عشان البطاطس مش تنهري. هشوفها في الاخر عامله ايه معانا، هتلاقيها جميله والبطاطس زي ما هي. ممكن تحطها مكعبات كده بعد ما تخرطيها كده مكعبات، ممكن تحطها من غير ما تحمريها، لكن انا اديتها تحميره ايه؟ بسيطه، عشان تبقى ناشفه كمان وتبقى حلوه. خلاص. طبعا اللحمه كل شويه اشوفها عملت ايه. حطيت جرين الفلفل اهمت بعد اللحمه ما استوت وخلاص بقت جميله كده. شايفه الإدام بتاعها جميل ازاي، وشايفه حياتها جميله ازاي. حطينا طبعا معلقه سمنه مع الزيت. حطينا الرز كنت مخمراه بتاع 10 دقايق او ربع ساعه. خمرته وحطيت عليه حبه خل صغنطوطه كده عشان الحبايه تبيض وتبقى حلوه كده، لان الحبايه كانت غامقه شويه. حطينا البطاطس والرز والفلفل مع بعض. دي بقى في الاخر ما اللحمه تستوي خالص. حطينا الميه بتاعتنا سخنه وعدلنا الميه بتاعتنا. نحط كمان حبه ميه، هي عايزه حبه ميه كمان كده. ايه، خلصنا خلاص. دي بقى ايه؟ الاكله اللي في حله واحده يا جماعه، بتريح، تطلع على طول هشرب. حطينا طبعا دوابة ربع معلقة زعفران وحطيتها عليه، خلت اللون الاصفر الجميل ده مع الكركم مع الكاري بيخليه حلو. خلاص. زي ما انتم شايفين كده الاكله جميله بتتشرب اهيت. هنسيبها تتشرب خالص لسه، حتى يعني هي بتتشرب لسه على النار اهي. ان شاء الله باذن الله هتشوفوها وانا بقدمها، هتشوفوها شكلها ايه. انا مش عايزه اقلبها كتير عشان مش ناري. طبعا ملح مظبوط. انا بوريكم البطاطس زي ما هي ازاي، يعني البطاطس معموله مكعبات زي ما هي. عملنا عصير بطيخ معاه. شايفين الكبسه روعه. وحطينا الغدا يلا عشان هنتغدى. وعملنا عصير بطيخ. ان شاء الله هعمل لكم فيديو لروح ان شاء الله، عشان مش عارفه احكي وانا بعمل الاكل. خلصنا الغدا وخلصنا حطينا الغدا اهوت يا حبايبي. مش تنسوا بقى اللايك والاشتراك يا احلى مشاهدين في الدنيا. تعليق حلو كده منكم. مع السلامه.